اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل الكلور باستخدام 3 مواد. اول ماده ملح الطعام، تاني حاجه الميه، تالت حاجه سلك نحاس. هنحاول نعمل عمليه الكتروليسيس. هنحتاج ندوب الملح في الميه ونعمل محلول الملح، وبعد كده باستخدام النحاس وقطب جرافيت هنعمل الكتروليسيس. هنحتاج شاحن لابتوب، الفولت بتاعه بيوصل لحد 24 فولت دي سي. طبعا ده ما بيكهربش طالما انت بتستخدم الجزء بتاع السلك اللي طالع من الشاحن مش اللي داخل. وده قطب الجرافيت، ده ممكن تاخده من قلم رصاص. وعشان نعرف الطرفين الموجب والسالب بالافو، هنشوف لو وصلنا الطرفين، لو عطى اشارة سالبة فمعنى كده ان انت عكس الطرفين، فمش هتعرف انهي السالب والموجب تقلبهم. ان ما عطاكش اشارة سالبة فانت كده تمام موصل صح. ادينا بنوصل اهو، عطى اشارة سالبة جنب الرقم زي ما هو باين سالب اهوت، يبقى المفروض نعكس. طبعا انت ظابط الافو على ايه؟ فولت التيار المستمر. تمام، نعكس وشوف لما عكسنا السالب راح، فكده توصيل تمام. كده عرفنا السالب من الموجب. تمام، ده هيفيدك طبعا ايه في توصيل السلك. يبقى الازرق ده المفروض السالب. لمجرد بس اظهار الفرق في التوصيل، الاول هنوصل التوصيلات غلط. يعني هنعكس وهقولك ايه اللي هيحصل. المفروض الجرافيت يبقى متوصل على الانود، يبقى متوصل بايه؟ بالقطب الموجب. والنحاس المفروض يبقى متوصل بالقطب السالب. هنعكس بينهم ونشوف ايه النتيجة تبقى عاملة ازاي. هنوصل عمود الجرافيت بتاعنا في القطب السالب. ده مش صح، المفروض نعكسه ونخليه في الموجب، بس عشان ايه اظهر لك الفرق. وهنوصل الطرف التاني للموجب بالنحاس، وده مش صح، المفروض السالب هو اللي في النحاس، بس عشان ايه اوريك الفرق. هناخد حتة كده من النحاس المفوف ده طبعا سلك نحاس رفيع، هنكوره على بعضه كده عشان نزود مساحة السطح، وهنوصله كده بالموجب. ده غلط بس عشان التوضيح. هنعمل بقى المحلول بتاعنا. نجيب المية وندوب فيها ملح لحد ما تبقى مشبع بالملح خالص. يعني تفضل تدوب ملح لحد ايه ما عادش يدوب وينزل تحت في القعر يعني. طبعا ملح الطعام ده متكون من NaCl، وده لما بيحصل له الكتروليسيس المفروض ان هو يكون معانا الكلور. هنضيف سنة مية زيادة عشان الملح اللي تحت كان كتير، ونفضل ندوب كده. هيفضل ايه شوية ملح صغيرين بس تحت كده. تمام كده انت عملت محلول فوق مشبع او مشبع، يعني فوق مشبع ده لو انت سخنت يعني. ماشي كده هنوصل ايه الطرفين. ادي الانود السالب، القطب السالب، وادي القطب الموجب اللي في النحاس. ومش هتلاقي اي حاجة بتحصل لان يعني التوصيل بتاع الاقطاب غلط. هنزوم بالكاميرا كده عشان يبان معانا. محصلش اي حاجة، استنى، محصلش اي حاجة. ده صورة اقرب شوية هتلاقي فيه فقاعات صغيرة بتطلع، بس المفروض ما يبقاش كده، المفروض بيبقى انتاج اعلى من كده. فده كده يعتبر مش شغال، فالمفروض كده ايه ده توصيل غلط. لان كل قطب ليه ماتيريال لازم توصلها. لو وصلته صح، لو عكست بقى الطرفين كده التوصيل الصح. هتلاقي الجرافيت
هو الموجب والنحاس هو السالب. ده توافق المادة مع الكهرباء اللي داخلة لها. يعني النحاس بيحب ال الإلكترونات، فعايز القطب السالب. كل ما تقرب القطبين من بعض انت كده بتنتج صوديوم هايبوكلورايت اللي هو الكلور بشكل أفضل. المفروض بقى التفاعلات اللي بتحصل عند الأنود، لأنه موجب بيروح عنده الأيونات السالبة كلها، والكاثود لأنه سالب بتروح عليه كل الأيونات الموجبة كلها بالشكل ده. هتلاقي إن أيونات الكلور السالبة، أيونات ال OH السالبة بتروح على الأنود اللي هو الموجب، ويتصاعد غاز الكلور Cl2 على الأنود، وعلى الكاثود بيطلع غاز الهيدروجين وأيونات الهيدروجين الموجبة وأيونات الصوديوم الموجبة. فبيتكون لحظيا على الأنود حاجة اسمها HOCl. ده حمض ضعيف يعني بيتكسر بسرعة، وبيتكون على الكاثود NaOH. دي قاعدة بس برضه عشان بتتكون لحظيا وسط المادة، فهي يعتبر ايه، البوند اللي بين ال Na وال H مش كبيرة برضه، مش قوية يعني. فالمفروض ان كل دول متواجدين في نفس المحلول وبيتكونوا جنب بعض. ايه بقى عبارة هو الصوديوم هايبوكلورايد؟ الصوديوم هايبوكلورايد بمجموع الاتنين بقى NaOH الرابطة الضعيفة وال HOCl الرابطة الضعيفة، فيكون لك ال NaOCl اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد. ولما بتعمل في المية بيطلع OCl، ده المسؤول عن التنظيف يعني، او هو ده العامل المؤكسد. اقصى تركيز ممكن توصله بالطريقة دي هو 2%. بس انت ايه، بتبخر المية الزيادة عشان توصل لتركيز 30-35%. وده اقصى تركيز ممكن توصله من الكلور. بتبخر المية دي عشان ما عادش يبقى فيه مسافات انها تستقبل هيبوكلورات جديدة. تمام. وبس بيطلع معاك على القطبين غازات، غاز كلور وغاز هيدروجين. العملية دي خطرة جدا عشان بيطلع معاك الكلور وده غاز سام، والهيدروجين برضو لأنه ايه، غاز قابل للاشتعال. تركيب الكاثود ده سلك نحاس بيتميز تركيبه ثابت وموصل كهربي ممتاز، ويتحمل الكيماويات ويتحمل إجهاد ميكانيكي، يعني لو قلبت مش هيحصله حاجة. تركيب الأنود بقى، الأنود ده عبارة عن عمود جرافيت، توصيل كهربي عالي وثبات كيميائي من الكيماويات، بس عيبه إن هو ضعيف ميكانيكيا وممكن لو في شوايب يدوب في المية ويتكسر. الأنود الأفضل أنت تستخدم تيتانيوم أو مادة مطلية بالتيتانيوم، صلب مثلا مطلي بالتيتانيوم، لأن ده ايه هيخليه مقاوم للكيماويات أكتر وبيوصل أكتر وقوي ميكانيكيا، فمش هيتكسر زي الجرافيت. المفروض السلكين بقى دول أو القطبين دول ملمسوش بعض عشان متعملش شورت كات والخلية هتقف. في الصناعة بقى ايه، انت بيطلع معاك هيدروجين وكلور، المفروض الاتنين بيطلعوا من القطبين، هما بيجمعوهم ويحرقوهم مع بعض فيتكون معاك حمض ال HCl، وده بيدوبوه في المية وأقصى تركيز ليه 35%، فيكون لك حمض الهيدروكلوريك أو مية النار اللي كل الناس عارفاها يعني. ولما بيتحرقوا مع بعض بيتحرقوا في رياكتور مخصوص ليهم عشان دي عملية خطرة جدا. وبعد كده ال HCl اللي بيطلع شكل غاز بيتدوب في المية. شكل العملية الصناعية المبسط زي ما انت شايف كده، المية بتخش بيتدوب عليها الملح، بعد كده تخش على سلسلة خلايا تتحلل ويطلع المنتج اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد مع الغازات التانية، وتحطه في تانك تشيل الغازات من فوق وتاخد الليكويد من تحت. ده الشكل المعقد شوية. في بقى تفاصيل أكتر زي الخلايا والتوصيل بالباور سبلاي وطريقة فصل الهيدروجين. بيبقى فيه بلاور فوق التانك اهو بياخد الهيدروجين ويطلعه، والمنتج اللي هو الأخضر ده بيطلع من تحت. تمام. فده الشكل أعقد شوية. طبعا في كنترول كتير على العملية، فالفات، كنترول المستوى، كنترول لتركيز الملح وكده. ده شكل المصنع. ده مصنع بقدرة كبيرة. ده بقى لو قدرة صغيرة لو عايز تنتج كميات أقل، بيبقى مجرد ايه خليتين وتانك صغير للبراين والباور سبلاي والكنترول، ومجرد بامب ايه بتسيركوليت الملح في السلم. ده شكل أصغر وأصغر. السل هي عبارة عن الشكل شبه الترومبة دي. هنا برضو نفس الكلام، السل الواحدة اللي هي قايمة محطوطة بالعرض، وممكن تبقى كذا واحدة تحت بعض زي ما انت شايف في الصورة كده. الخلايا دي بقى عبارة عن ايه،
عن انود وكاثود كذا واحد داخلين في بعض متعشقين في بعض بالشكل ده عشان ايه يقلل المسافة بينهم عشان تكون ايه المادة اللي انت عايزها. بيبقى محطوط في كيس برضو زجاجي كده او بلاستيك مقاوم للكيماويات عشان يحجز الغازات دي متطلعش بره، في نفس الوقت التفاعل يتم كويس. ليه كذا شكل بقى وكذا بعد للأنود ده داخل السل دي. ده شكل برضو من الأشكال. المداخل والمخارج بتختلف، شكل الإلكترود من جوه ده بقى حاجة صغيرة خالص ممكن بقى ده استخدام منزلي أو استخدام قدرة قليلة جدا يعني، بيبقى منظره بالشكل ده، بيبقى صغير حجمه صغير. ده متوفر بجميع الأشكال. الباور سبلاي بقى أو الريكتيفاير اللي بيدخل الكهربا ده بيبقى مجرد محول كهربا بيحول من 220 380 400 ليه من التيار المتردد إلى التيار المستمر من 24 لحد 30 فولت، وبيوصل ل1000 أمبير. ده شكله من ورا وده شكله بتحط فيه الاتنين أقطاب في الحديدتين اللي طالعين دول. والجهاز ده ممكن تستخدمه في حاجات تانية كتير، وعشان طبعا العملية دي مستمرة فانت محتاج كنترول كويس، وعشان تستخدم ملح كويس للعملية دي لازم يبقى ملح مقرر مش مية بحر. لو هتستخدم مية بحر فلازم تتفلتر كويس، وعشان ما يحصلش شورت كات. المفروض بقى لما تشغل الخلية دي فترة طويلة هتلاقي اصفرار، تلاقي اللون المحلول ده اصفر، وعشان تنتج لتر واحد منه هتحتاج تقعد 4 5 ساعات شغال بالطريقة دي لحد ما تشم الريحة بتاعت الكلور تكون عالية اوي او اللون يصفر معاك. واحيانا الالكترود ده اللي هو الجرافيت ده بيتاكل وبينزل في المية وبيسود المية وبيعمل قطع كده، فبتضطر انت تفلتره فبيرجع تاني لونه شكله بيبقى كويس. عايز تعلي تركيزه بتاخده اللتر اللي انت عملته ده وتبخر المية منه على حرارة 50 مثلا، درجة حرارة 50 عشان تبخر المية من غير ما تفكك المادة. ولو عايز تعمل كمية أكبر طبعا شاحن اللابتوب مش هيفيدك يعني، انت عايز حاجة أكبر. ممكن الباور سبلاي بتاع الصيانة، ممكن تشوف باور سبلاي بقى ايه مستعمل ولا حاجة بتاع عمليات الطلاق الكهربي، هتلاقيه مثلا بيوصل من 20 ألف ل30 ألف. ده مجرد انت بتوصل فيه الأقطاب وتشغل بقى ايه خلية الطلاق الكهربي اللي انت عايزها، تنتج صودا تنتج كلور. بيفيدك في حاجات كتير يعني، وليه كذا استخدام يعني. ف ده تجربة بس ايه على نطاق صغير. لو انت عايز تعمله في البيت ممكن تستخدمه طبعا ايه لتطهير مية، واقف على شوية كلور ومحتاج كلور. في ناس بتعمل ابواب صغيرة يكون فيها الجهاز اللي يكون الكلور ده بنفس الفكرة دي. طبعا انا قلبت بس ايه الملح اللي تحت عشان لو في اي ملح تحت يتكون، بس التقليب الجامد ده بيساعد على تكسير الجرافيت، فيعني مش دايما دي حاجة كويسة. المفروض ما تقلبش جامد يعني، لان الجرافيت مش قوي ميكانيكيا. فزي ما بقولك في ناس بتجيب زي عبوة صغيرة لتر وبيبقوا مركبين فيها خلية كهربا زي دي او الانود الجرافيت انكسر. ما علينا، هو اللون اصفر اهو، وهتلاقي فيه بقليل غاز لسه بتطلع حتى بعد انت موقفت السل. اللون اصفر وهتشم ريحة الكلور. كده انت وصلت للكلور اللي انت عايزه. فدي كمية كويسة بالنسبة لي يعني، دي ما شغلتهاش اكتر من نص ساعة يعني، هو يدوب نص ساعة بس وطلعت كلور يعني. ده في الغالب هيكون تركيزه 1%، اقل من 1%، بس مش مهم. هو ده مجرد ايه demonstration بس للخطوات يعني. انت بقى عايز تطول اكتر تعلي التركيز براحتك، عايز تبخر وتعلي التركيز براحتك، بس يعني تقعد 4 5 ساعات تنتج الكلور بتاعك. بعد كده لما يصفر هتاخده تبخر منه المية على فترة طويلة اوي،
وعلى حرارة قليلة خالص عشان ما تبخرش ما تفككش الصوديوم مع هيبوكلورايد يعني. اهو حتى منظره بقى شبه الكلور. فده بقى لو وقع منه شوية برضه على هدومك هيبيضها هيبوظها يعني. ف هنجرب ونجيب قماشة وهنغمسها في الكلور ده ونشوف هيأثر عليها ازاي. طبعا كل ما تقعد فترة اطول كل ما الكلور عشان تركيزه قليل هيقعد فترة اطول قبل ما يبوظ اللون. وهتلاقي ان اتكون فقاعات هوا على القماشة من بره. ده التفاعل بتاع الكلور مع الصبغة العضوية الموجودة على القماش. لان ايون ال OCl اللي موجود في الصوديوم هيبوكلورايد ده هو اللي بيهاجم المادة العضوية، سواء بقى كانت لون سواء كانت اوساخ سواء ايا كانت هي ايه، بيتفاعل معاها ويأكسدها ويكسرها. فعشان كده المادة دي ممكن تستخدم لقتل الميكروبات، سواء هتحطها على مية تحطها في بخاخة وتبخ بيها على اسطح مثلا عايز تقتل من عليها البكتيريا والجراثيم، وتقدر تعمله في البيت من غير ما تجيب كلور يعني. بس طبعا لو هتستنى 4 5 ساعات قبل ما تعمله. فده لو انت في مكان مش متوفر فيه ان انت تشتري كلور وعايز تعمل كلور، فممكن بشاحن لابتوب وملح وشوية مية وسن قلم رصاص تعمل كلور في البيت. ده مجرد بس توضيح للعملية. وطبعا الطريقة دي ممكن طريقة الالكتروليسيس دي ممكن تصنع بيها كيماويات كتير غير الصوديوم هيبوكلورايد. ممكن تعمل بيها الطلاء الكهربي. طبعا في معلومات ياما مكتوبة على الشاشة ممكن تقراها، توقف الفيديو وتقراها وتتابع الموضوع بدقة. ولو ناقصك معلومة ممكن تبحث عنها، شوف انت ايه ناقصك او تسألني في التعليقات ممكن ارد عليك مفيش مشكلة. طبعا كده هتلاقي حتى هو في الفيديو في فرق في اللون بين اللي جوه البيكر واللي بره. هتلاقي ان اللون اللي جوه البيكر بيفتح مع ان هو ما قعدش فترة طويلة، ما كملش 3 دقايق يعني، بس ومع ذلك غير اللون اهو بقى اللون فاتح غير اللون الاساسي بتاع القماش. هنصفي من عليه المية، هو كل ما ينشف طبعا كل ما يبان اكتر ان هو غير في اللون. بس طبعا انا مش هقعد اجفف فيه في الاخر عشان خاطر اوريهولك يعني انت فاهم الفكرة. وانا لو وريتهولك على النور اهو بيبان فيه ان هو فاتح. الجزء اللي اتحط في المية في الكلور ده غير الجزء اللي ما اتحطش. هتلاقي حتى في فرق في اللون، فتلاقي في صفار، في نسبة صفار هو مش بان في الكاميرا، هو بيبان بالعين اكتر يعني. هحاول اوضحهولك ثواني. لازم تبقى شايفه بعينك، العين افضل من الكاميرا بكتير يعني، ولو جف هيبان اكتر. اهو لحظة بس كده شوف الفرق. هو ده لو مجرد مية هتلاقي اللون كله اغماء زي الحتة اللي في النص دي، بس لا هنا فاتح هنا غامق وبعد كده ايه الجزء الناشف زي ما هو. لو دي مية بس ما كانتش بقت فاتحة كده، لا هتبقى غامقة زي الحتة اللي جنبها دي، هتلاقي كلها مغمقة كده. انما دي لا مش مية. فهو كده فعلا ده كلور شغال تمام. وحتى الريحة باينة، انت لو جربته في البيت هتلاقي الريحة طلعت معاك وعملت كلور يعني. وما تنساش تشترك في القناة.